من 5 سنين زارنا في البيت شاب ما نعرفوش من محافظة القاهرة، واتفاجئنا الأيام دي بحاجة صعبة جدا حصلت له هو ومراته بعد فرحهم بأيام بسيطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الموضوع بكل تفاصيله؟ ده اللي هنعرفه مع بعض من خلال الفيديو ده. بس يا ريت وانت بتسمعني دلوقتي تعمل لايك للفيديو وتصلي على النبي، ويلا نبدأ الفيديو. من 5 سنين اخويا دخل عمليات وهو في البيت بياخد العلاج. زارنا شاب من محافظة القاهرة كان جاي مع ابن عمي يطمنوا على اخويا. الشاب ده اسمه محمد اشرف، عنده 24 سنة، خريج زراعة، عندهم مصنع ملابس بيشتغل فيه. بالمناسبة المعلومات دي انا ما عرفتهاش غير الايام دي. بس محمد مجرد ما تقعد معاه تحس انك تعرفه من سنين طويلة. شاب طيب ومحترم وعشري، وشه بشوش، واجمل حاجة فيه هو بيحاول يتعلم اللكنة الصعيدي واسماء القرى والنجوع. المهم في اليوم ده اخويا كان محتاج حد يديله الحقنة، فرد محمد واحنا قاعدين: يا عم سيب الموضوع ده عليا، انا اللي هديك الحقنة. ومن هنا وبدأت تفاصيل اجمل موقف كوميدي. الضحك فيه كان هستيري لدرجة ان في اليوم ده اضطرينا ناخد اخويا للدكتور لان جرح العملية فتح من كتر الضحك والكح. بعدها سافر محمد ورجع القاهرة، ولمدة 5 سنين كل ما نفتكر اللي حصل في اليوم ده نضحك من قلوبنا وكأنه بيحصل لأول مرة. لحد ما من أيام اتفاجئنا بصورته على المواقع الإخبارية وصفحات المقربين ليه لحاجة صعبة جدا حصلت له هو ومراته بعد فرحهم بأيام بسيطة. واللي حصل إن بعد جوازهم بأيام أهلهم بيرنوا يطمنوا عليهم كالعادة، لكن للأسف مفيش حد منهم بيرد، لا محمد ولا مراته، تليفوناتهم بترن بس. فأخوه قلق وقرر يروح الشقة يشوف ايه الحكايه. وحسب ما عرفت انه كان معاه نسخه من المفاتيح، ومجرد ما وصل وخبط ورن وملقيش رد قرر انه يفتح الشقه ويدخل يشوف فيه ايه. ومجرد ما دخلوا نده عليهم اتصدم بان العريس محمد وعروسته ندى قاعدين على الكنبه بملابسهم كامله في حاله تيبس، متوفيين رحمه الله عليه. طبعا بلغوا الاجهزه الامنيه باللي حصل، وبعد المعاينه اكتشفوا ان الشقه زي ما هي، لا باب ولا شباك فيها اتفتح ولا حاجه مسروقه، بالاضافه ان مفيش اي اثر عليهم. وحسب التقارير المبدئيه ان الوفاة كانت بسبب تسرب الغاز. القاتل الصامت اللي بينهي حياتك وانت قاعد مكانك من غير ما تعرف ولا تحس انت بتتعرض لايه. ومهما كانت الاسباب في النهاية كله مكتوب: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي ارض تموت. محمد المرة دي سافر هو وعروسته لمكان تاني في الجنة ونعيمها بإذن الله. وبطلب من حضراتكم تدعوا لهم بالرحمة وتدعوا لأهاليهم ربنا يلهمهم الصبر والسلوان. عريس وعروسة الجنة بإذن الله، خالص عزائي لأهاليهم وكل أحبابهم، ربنا يصبركم على فراقهم. بس كده، أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إن لنا أحبابا قد فقدناهم وفي التراب وسدناهم، اللهم فاجعل النور في قبورهم يغشاهم، واكتب يا ربنا الجنة سكناهم، واكتب لنا في دار النعيم لقياهم، إنك مولانا ومولاهم.